كل اخواتي اللي عايزين يجوا زياره الامارات سواء شهر او شهرين، ناس كتير قوي بتقول لي عايزين تاشيرات، ولما بيسالوني على السعر بقول لهم سؤال واحد: المهنه او المؤهل في الجواز. غالبيه الرد بيكون مكتوب في الجواز عامل او دبلوم، بس انا حاصل على بكالوريوس تجاره، انا حاصل على ليسانس اداب، انا دكتور، انا مهندس. الافضل ليك، ودي نصيحه لوجه الله، اكتب المؤهل بتاعك اللي انت حاصل عليه في الجواز. ده هيوفر عليك ايه؟ هيوفر عليك نقطتين، والنقطتين مهمين جدا. اول نقطه هيوفر عليك في الفلوس جامد قوي، الفرق حوالي 200 درهم او 250 كمان. تاني حاجه هيوفر عليك ان حضرتك مده الاصدار للدبلوم وللعمال بتطول، انما تاشيرتك انت كل من هو مؤهل عالي في 48 ساعه بس تستلم تاشيرتك. عذرا تاني لاي حد بيتواصل معايا وبتاخر عليه في الرد، اقسم بالله غصب عني. ربنا يوفق الجميع ويصلح حالنا وحالكم.